بسم الله، اهلا بيكم يا جماعه. معاكم جوبا، اهلا بيكم في حلقه افضل مباريات ريسل مانيا. جمعت لك شويه مباريات جميله جدا، اعلى تقييمات صادره من الجماهير، صادره من النقاد، صادره من مواقع المصارعه، صادره من اتحاد WWE نفسه. جمعت لك تشكيله كده هتعجبك قوي قوي قوي. قبل ما نبتدي حابب افكر حضراتكم يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، تعملوا لايك عشان الفيديو يعجبكم ان شاء الله، وتعملوا شير عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. فدون الخوض في تفاصيل كتير، يلا بينا نبتدي. نبتدي بأول مباراة معانا، واحدة من أفضل مباريات الزوجي اللي شفتها في العصر الحديث. كيفن أوينز سامي زين ضد الأوسوس في ريسل مانيا 39 على ألقاب الزوجي بلا منازع. القصة ممتازة. سامي زين المنشق من البلاد لاين اللي ساب البلاد لاين ضرب رومان رينز بالكرسي علشان كيفن أوينز. سامي زين اللي ضحى علشان صديقه وساب العصابة اللي هو كان مفضلها بشكل كبير وبقى مع كيفن أوينز، وهزموا فيها الجي أوسو وجيمي أوسو في مباراة أنا شايفها أسطورية ومتقيمة 9.2/10. مباراة استمرت لأكتر من 20 دقيقة، ريزيلينسي أكتر من هايلة. اللي كان بيحكوا فيها القصة قوي هو سامي زين، لأنه كان بيحكي البناء الدرامي بتاع قصة الانشقاق من عصابة البلاد لاين. نيجي بقى للنزال اللي بعد كده، دانيال براين ضد باتيستا ضد راندي أورتن في ريسل مانيا 30. قصة صعود شعبية طارئة، حاجة ما شفتهاش قبل كده أبدا. مش ممكن الوقوف الجماهيري اللي كان مع دانيال براين. دانيال براين الناس وقفت معاه بشكل أنا لا أتخيله وأنت لا تتخيله. وارجع شوف البناء العظيم للقصة اللي جاي على فكرة بمحض الصدفة. ازاي ان سي ام بانك ترك اتحاد WWE بعد رويال رامبل 2014. هنا الناس كلها وقفت مع سي ام بانك، لان سي ام بانك كان معترض ان هو ما بيتصدرش ريسل مانيا، وكان شايف ان هو المفروض يكسب رويال رامبل 2014 في الوقت ده. الموضوع ده طبعا ما عجبش سي ام بانك، وكمان اكيد هو ما عجبش فينس ماكمان رحيل سي ام بانك. فالناس كانت واقفة في الوقت ده مع دانيال براين اللي هو كان في نفس شعبية سي ام بانك. بس ده اللي بقى قدامهم دلوقتي في العروض، بقت الناس عايزاه ان هو يكسب مباراة الرويال رامبل. تخيل اللي كسب مباراة الرويال رامبل اكتر واحد الجماهير ما كانتش عايزاه، اكتر واحد راجع مش جاهز في المصارعة الحرة. باتيستا في الوقت دوت في ريسل مانيا 30 وخد الرويال رامبل وكسبها من رومان رينز، ساعتها الشاب المجتهد اللي طلع مصارعين كتير واللي كانت الناس وقفت معاه قالت والله لو عنصر مفاجأة يبقى تمام. واللي من بعدها شفنا سواد مع رومان رينز، واكيد يعني كلنا عارفين. بس دانيال براين ان هو يطلع بالقصة وان هو يقف معاه الجماهير كلها وينضموا ليه داخل الحلبة علشان يبقى له دور في ريسل مانيا 30، فدبليو تضطر انها تحبك القصة لان كل ده ضدهم اصلا علشان يحشروه مع راندي اورتن وكمان باتيستا في النزال اللي على لقب الاتحاد الموحد، لقب الاتحاد مع لقب العالم للوزن الثقيل في الوقت ده. وبالفعل بيفوز دانيال براين وكمان بيسيل اوت الاصابة اللي كانت عنده قصاد تريبل اتش، وبيكسب كمان لقب الاتحاد في النزال الثلاثي بالرغم من محاولة تريبل اتش التدخل في النزال، الا ان دانيال براين خلص النزال لصالحه، كسب لقب الاتحاد ولقب العالم في الحدث الرئيسي لريسل مانيا 30 في لحظة انا شايفها الافضل في ريسل مانيا 30. وفي الفترة دي في حقبة من اول 2010 لحد 2019 ما شفتش اعظم من الحتة دي بالذات، لان دانيال براين كان معاه وقوف جماهيري ما حدش شافه قبل كده. سبحان الله، القبول من عند ربنا. وتقييم النزال ده بالذات كان 9/10، لان راندي اورتن وباتيستا كانوا ضد دانيال براين في النزال وتعاونوا من خلال الباتيستا بامب على الارك اي، ولكن دانيال براين رجع من تاني البطل الشعبي وكسب النزال. نيجي بقى للنزال اللي بعد كده، النزال الافضل في تاريخ القسم الزوجي عموما. انا شايف ده افضل نزال على القاب الزوجي في التاريخ بلا منازع. ايج كريستيان ضد الدادلي بويز ضد الهاردي بويز، نزال التي ال سي اللي في ريسل مانيا 17. نزال هارد كور مرعب، دايما بحب ارجع اتفرج عليه في الوقت بتاع ريسل مانيا، لازم اتفرج على النزال ده. النزال ده حكايه، اسطوره، دراما. انت ازاي تبقى عايز القاب الزوجي وتوصلها لدرجه ان هم القاب العالم مش القاب الزوجي؟ قد ايه المصارعين دول اللي هم حاليا بقوا اساطير، قد ايه كانوا بيشدوا من عزمهم، بيقاتلوا علشان يوصلوا النزال ده لاعلى درجات الرضا الجماهيري واعلى درجات المصارعه الحره. النزال ده غير قسم الزوجي عموما، خلى نزالات الزوجي اقوى واقوى، وبقى مثال لنزالات الهارد كور عموما. يعني لو انت مش فاكر النزال هتفتكر فينيش السبير اللي عمل
عملوا ايج صالح، ايج وكريستيان اللي خدوا القاب الزوجي لما طلعوا فوق السلم وخدوا الالقاب. النزال ده تقييمه 10 من 10 من الجماهير والنقاد، كل حاجه بالمتوسط 10 من 10. متخيل النزال واخد العلامه الكامله بكل تاكيد. نيجي للنزال اللي بعد كده، نزال كلنا حضرناه، درو ماكنتاير ضد جونتر ضد شيماس في ريسل مانيا 39، النزال اللي على لقب القارات. انا شايفها ان هي افضل مباراه ثلاثيه على لقب القارات في العصر الحديث. بالصراحه انا شايف ان فعلا في عصر البي جي ما كانش فيه احسن من النزال ده. ملحمه اسطوريه كلاسيكيه مش قادر اوصفها لك من حلاوتها، لان النزال ده كان نزال اوروبي خالص، نزال مصارعه كلاسيكيه بريطانيه اوروبيه خالصه، ضرب لحد الصبح، باور فقط. انا ما شفتش نزال بالحلاوه والطعامه والجمال ده كله غير في ريسل مانيا 39، نزال على لقب القارات. ده لو كانت حط في الحدث الرئيسي كان شال ريسل مانيا شيل في الوقت ده. ريسل مانيا 39 ده كان من ضمن النزالات اللي اثرت فيها بكل تاكيد. وعايز اقول لك على حاجه، النزال ده يعيبه حاجه واحده بس، ان شيماس ما كسبش فيه لقب القارات. كانت انسب فرصه ان شيماس يكسب لقب القارات في ريسل مانيا 39، كانت حاجه مهمه جدا، كانت حاجه هتفرق مع شيماس عموما. شيماس بالنسبه لي لحد دلوقتي بيعاني في فكره لقب القارات، وبعد ومش عارف يكسبه علشان يبقى جراند سلام تشامبيون، وديت كانت اللقطه، لدرجه ان WWE ما عرفتش تعمل حاجه مع جونتر، وخسر فعلا لقب القارات في السنه اللي بعدها في ريسل مانيا 40 قصاد سامي زين. فكانت الفرصه سهله قوي لشيماس في الوقت ده، بس طبعا الف مبروك لسامي زين في ريسل مانيا اللي بعدها. فتقييم النزال ده برضو 10 من 10، لانه هو كان واخد العلامه الكامله. انا لو عليا والله هديله 9 من 10 او 9.5 من 10 علشان النتيجه، لكن النزال انا مستمتع بيه تماما. لكن انا بقول لك التقييم اللي صادر من النقاد وصادر من الجماهير ومواقع المصارعه الحر. نيجي بقى للنزال اللي بعد كده، الثنائيه الخاصه بتريبل اتش واندرتيكر، ريسل مانيا 27 وريسل مانيا 28. المباراه دي انتقاميه من تريبل اتش، مباراه كانت اسطوريه في ريسل مانيا 27 بالذات. المباراه دي اللي كانت بعد اعتزال شون مايكلز على ايد اندرتيكر، النزال اللي كان هارد كور ما بين اندرتيكر وتريبل اتش بكل تاكيد كان نزال اسطوري حرفيا يا جماعه. تريبل اتش مرمط بيها اندرتيكر بالكرسي الحديد، دمره لدرجه ان هو عمل له اكتر من فينش بيدجري وعمل له فينش التومبستون. والنزال الوحيد اللي شفت فيه اندرتيكر مش عارف يقف على رجليه، حرفيا اندرتيكر كان عاجز تماما. ويقال ان في الوقت دوت هو جاله كسر في العمود الفقري، وكانت اصابه خطيره لانها كانت في فقره من الفقرات وكانت هتسبب له شلل، والنقطه دي كانت صعبه جدا. يعني انا هقول لك ان اندرتيكر دلوقتي بيمشي فما فيش اي مشكله. يعني اندرتيكر ما عرفش يكسب غير بالتومبستون وبعدها بفينش التراينجل. الفينش ده اللي لولا ما كانش اندرتيكر كسب وما كانش يحتفظ بالسلسله. سلسله اندرتيكر مكمله معانا بكل تاكيد في حلقه النهارده. تقييم النزال ده 10 من 10، لان ده النزال اللي فعلا لقيت فيه اندرتيكر ممكن يخسر عادي وتتكسر السلسله. سبحان الله بعدها ب3 سنين يخسر اندرتيكر في ريسل مانيا 30 وتتكسر السلسله. فعلا اندرتيكر كان في النهايه في الوقت ده كان خلاص بتبتدي الشخصيه دي تنتهي معاه. والنزال ده كان حلو قوي 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 يا جماعه، ويا ريت ترجعوا تشوفوه، لان النزال ده تريبل اتش هيمن تماما وسيطر تماما على اندرتيكر. ونيجي ريسل مانيا 28، النزال الهيل ان سيل ما بين تريبل اتش اندرتيكر برضه، والحكم الخاص هو شون مايكلز في محاوله لانهاء سلسله اندرتيكر من تريبل اتش. ولكن الدوافع قلت، النزال اتحط ان هو اند اوف ان ايرا، بمعنى ان هو نهايه حقبه من الزمن، نهايه الاتيتيود ايرا رسميا كانت ما بين تريبل اتش واندرتيكر في الوقت ده. وانا شايف على فكره النزال كان رائع، نزال اسطوري ونزال درامي، ان شون مايكلز صديقه اندرتيكر برغم ان هو اعتزل على ايده لانه ما كانش عايز يبقى مع تريبل اتش او مع اندرتيكر، كان عايز يفضل على الحياد بتقديمه الشخصيه الفيس. ولكن حبه الشديد قوي لتريبل اتش حاول ينتقم في ريسل مانيا السنه اللي قبلها ريسل مانيا 27 له، دي كانت مخلياه يفنش اندرتيكر بالسويتش ميوزك. بعدها على طول تريبل اتش بالبيدجري ما عرفش يثبت بيها اندرتيكر 1 2 3، وده كان النزال اللي شفت فيه اندرتيكر اقوى بكتير من ريسل مانيا 27. ريسل مانيا 28 كانت هيمنه اسطوريه قويه جدا لاندرتيكر، كان دي السنه اللي كان فيها عز اندرتيكر، السنه الاقوى في تاريخه حرفيا، لان الريزيلينسي بتاعته ان هو يفك التثبيت في كل فينش هو خده، في كل ضربه هامر، في كل ضربه كرسي خدها في النزال ده في هيل ان سيل، ده دل قد ايه الراجل ده ملوش حل في المصارعه الحره. ولكن تقييمه قل مع الناس، النقاد وكمان مواقع المصارعه كله قيمه في المتوسط ب9 من 10، ولكنه نزال اسطوري بكل تاكيد. نيجي للنزال اللي بعد كده، كودي رودز ضد رومان رينز، النزال اللي في ريسل مانيا 40، نزال لقب الاتحاد بلا منازع بقواعد البلاد لاين. كلنا حضرنا النزال ده اللي كانت فيه نهايه قصه كودي رودز اللي رجع على اساسها في ريسل مانيا 38 سنه 2022، انهاها في
2024 ان هو يكسب لقب الاتحاد ويحقق اللي ما حققوش والدو داستي رودز. ومش بس كده، هي جت قصاد واحد كان لازم تنتهي فترته في الوقت ده، اللي هو المسيطر والمهيمن لمدة 4 سنين على لقب الاتحاد بلا منازع، رومان رينز. الراجل اللي اضطر WWE تعمل عليه اللقب، حرفيا هو لقب العالم للوزن الثقيل حاليا، علشان مش عارفين يخسروه لقب الاتحاد ولقب اليونيفرسال في الوقت ده، ودمجوا اللقبين دول في لقب الاتحاد بلا منازع اللي كسبه كودي رودز. نزال علشان يكسبوا كودي رودز تدخل فيه سيس رولينز، جي اوسو، جون سينا واندرتيكر طبعا لمساعدة كودي رودز علشان يكسب النزال ده. وطبعا كل لقطة كانت اسطورية، كل لقطة بالكادرات بالتصوير، كل حاجة كانت عظيمة. كل حاجة بفكرة ان انت بترجع سيس رولينز بشخصية ذا شيلد وتخلي رومان رينز يرجع ينتقم لضربة الكرسي اللي انهت بيها فريق ذا شيلد تماما من سيس رولينز، غير ان انت بتوقف جون سينا ضد ذا روك. اللقطة الاسطورية بكل تأكيد، الاثنين اللي هم كانوا ضد بعض طوال ال 12 سنة الماضية في الوقت ده. وطبعا اندرتيكر اللي فنش بيها ذا روك واللي كان ضد ذا روك في فترة الاتيتيود ايرا كتير جدا، وفعلا انتهى النزال بان كودي رودز يكسب لقب الاتحاد بلا منازع من خلال الثلاثة كروس رودز. والنزال ده خد تقييم من النقاد والجماهير ومواقع المصارعة متوسط هو 9.4/10. نيجي للنزال اللي بعد كده، كيرت انجل ضد شون مايكلز في ريسلمانيا 21. النزال ده اللي انا متاكد ان الناس حفظت وحفرت جوه عقولها ان شون مايكلز هو مستر ريسلمانيا بكل تاكيد، لانه قدم نزالات كتيره عظيمه في ريسلمانيا. ولكن النزال اللي كان قصاد كيرت انجل في ريسلمانيا 21 في هوليوود ده كان نزال مختلف تماما، لان في كل مره شون مايكلز كان بيثبت فيها ريزيلينسي رهيبه، ان هو قادر يفك الحركات الاستسلام وما يستسلمش بسهوله ابدا قصاد كيرت انجل اللي حرفيا كان في عزه في الوقت ده، وحاول يدمر شون مايكلز بكل ما اوتي من القوه انه يستسلم، وفي النهايه فعلا خلاه يستسلم، ولكن بانكل لوك مدمره. انكل لوك اللي ظهر فيها كيرت انجل رابط بيها رجل شون مايكلز حرفيا علشان شون مايكلز يستسلم في النزال ده ويكسب كيرت انجل في نزال ملحمي اسطوري بصراحه. الجماهير فيه كانت بتسقف للاثنين مصارعين. النزال ده ياخد تقييم 9.5/10 من الجماهير والنقاد ومواقع المصارعه زي ما قلت لك في الوقت ده. 9.5/10 متوسط. انا شايفه نزال جامد جدا، وارجع شوفه هيعجبك قوي. نيجي للنزال اللي بعد كده، هوليوود هالك هوجان ضد ذا روك في ريسلمانيا 18. النزال اللي تم تغيير خططه حرفيا داخل النزال نفسه. النزال ده يا جماعه كان بياخد قصه معينه، القصه دي هي تسليم الشعله. هالك هوجان يسلم الشعله لذا روك. هوليوود هالك هوجان كان لسه راجع WWE من WCW، وكان طبعا فينس ماكمان حابب يدفن اي حاجه باقيه من WCW لازم يخسر بيها هالك هوجان. ولكن الجماهير WWE كانت مشتاقه جدا لهالك هوجان في الوقت ده يا جماعه، وكانت حابه ان هالك هوجان هو اللي يكسب، وكانت الجماهير واقفه معاه بالرغم من ان هوليوود هالك هوجان كان هو المصارع المكروه في النزال ده، والمصارع المحبوب كان ذا روك. الجماهير وقفت ضد ذا روك المصارع المحبوب في الوقت ده، ووقفت مع المكروه في واحده من امتع مباريات ريسلمانيا بكل تاكيد بسبب الجماهير، لان هم اللي عملوا البلوت تويست اللي في النزال ده كله. انا لو كنت مكان فينس ماكمان في الاداره كنت غيرت من نتيجه النزال ده، ما كنتش هسيب النزال تسليم الشعله نهائي، وكنت مشيت تبع رغبه الجماهير، لان WWE في الوقت ده كانت صارمه بشكل لا يصدق. بالرغم من ان انا شايف ان هوليوود هالك هوجان وكمان ذا روك هم عرفوا يتجاوبوا مع الجماهير صح، وبالفعل في النزال تحول هوجان للمصارع المحبوب وذا روك تحول فيها للمصارع المكروه علشان يرضوا هما الاثنين الجماهير كمان ويمشوا النزال بطريقه كويسه جدا تحسب لهم. ولحد دلوقتي كل المصارعين بيقولوا ان التغيير المفاجئ اللي كان جوه الحلبه ده ما كانش حد يقدر يعمله غير الاثنين الاساطير دول فعلا. النهايه طبعا كانت لذا روك علشان يتم تسليم الشعله من هالك هوجان لذا روك. النزال خد تقييم 8.5/10، وانا شايف هو خد 8.5/10 عن جداره واستحقاق، علشان كانت النتيجه المفروض تتغير وهالك هوجان هو اللي يكسب النزال ده بكل تاكيد. نيجي بقى للنزال اللي بعد كده، ستون كولد ستيف اوستن ضد ذا روك في ريسلمانيا 19. وده مش اي نسخه من ذا روك، ده نسخه هوليوود روك، الشخصيه المكروهه جدا اللي كان بيشتم فيها الجماهير وبيغني فيها ضد الجماهير، وكانت شخصيه فعلا مستفزه قوي. بس النزال ده كان نزال اعتزال ستون كولد ستيف اوستن بسبب اصابه الرقبه الخطيره اللي كانت عنده. اضطر ستون كولد ستيف اوستن ان هو يعلن اعتزاله وان هو يواجه ذا روك في اخر نزال له، وهو اساسا المصارع المفضل ضده لانه من احسن المصارعين اللي بيعملوا سيل اوت على فينيش الستانر بتاعه. ستون كولد ستيف اوستن كان يحسب له ان هو في الوقت دوت دعم فيها ذا روك ودعم فكره فوز ذا روك عليه،
خصوصا ان ذا روك عمره ما كسب ستون كولد ستيف اوستن في ريسل مانيا ابدا قبلها، وهما الاثنين كانوا تواجهوا قبل كده. كان ستون كولد هو المتفوق على ذا روك في ريسل مانيا بالتحديد. انا شايف ان النزال ده كان نزال عمر ستون كولد ستيف اوستن، كان افضل نزال هو قدمه، كميه فك تثبيت لا تصدق في كل الفينيشات، لدرجه ان ذا روك عمل فينيش عكسي ستانر على ستون كولد ستيف اوستن وثبته 1-2، ما جاتش برده الثالثه ابدا. فطريقه فك التثبيت الاسطوريه دي خلت الجماهير فعلا تسقف لستون كولد ستيف اوستن على العظمه اللي قدمها، ويفضلوا يقولوا this is awesome this is awesome. وفعلا كان النزال awesome بكل تاكيد، نزال رائع جدا جدا جدا، وانتهى ان فعلا ستون كولد ستيف اوستن دعم فيها ذا روك وخلاه يكسبه. ذا روك انهى النزال وكسب ستون كولد ستيف اوستن، والنزال ده كان يستحق فيه الاحترام ستون كولد ستيف اوستن مش ذا روك، لان ستون كولد اللي طلع ذا روك اوفر عليه. وبسبب النزال ده انا شايف ان ذا روك فضل اوفر سنين وسنين مع الناس لحد دلوقتي، لانه كسر شوكة ستون كولد ستيف اوستن. النزال ده خد تقييم 8.4 لانه ما خدش وقت، خد 17 دقيقة وما طولش، بس الصراحة كان نزال جامد جدا وكان فيه كمية فينيشات رهيبة. ف 8.4 تقييم مناسب جدا له. ونيجي بقى لاخر نزال معانا النهارده، وهو الصراحة نزالين مع بعض، سلسلة نزالات شون مايكلز ضد اندرتيكر في ريسل مانيا. سبت لك العظيم للاخر، ريسل مانيا 25 وريسل مانيا 26. ريسل مانيا 25 كان ليها اسلوب خاص، ان شون مايكلز كان هو رجل النور واندرتيكر كان هو رجل الظلام، في محاولة من فينس ماكمان ان هو يخلي اندرتيكر هو الشخص المكروه وان شون مايكلز هو الشخص المحبوب. جت بالعكس، ان شون مايكلز كان هو اللي مكروه سن اندرتيكر، كانت الجماهير بتشجعه اكتر بكل تاكيد، وكانت داعمه قوي 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 استمرار السلسله. وبالفعل شون مايكلز قدم نزال اسطوري لدرجه ان هو حاول يكسب اندرتيكر بالعد التنازلي عليه، ان اندرتيكر خارج الحلبه وفضل الحكم يعد لحد 9، ما جابش ال10 ابدا، فبالتالي استمر النزال. كميه سويت شين ميوزك على تومب ستونز رهيبه 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 ما بين الاثنين مصارعين، ولكن في النهايه بالتومب ستون اخيره بعد شون مايكلز ما حاول يعمل حركه المون سولت، لقطه بكاونتر اكتر من رائع بتومب ستون وثبته 1 2 3 وفاز اندرتيكر بالنزال. النزال ده يستحق تقييم 10 من 10، وده كان من كل الناس وانا معاهم وبديهم التقييم ال10 من 10. ارجع شوف النزال ده كان اكتر من رائع. ونيجي بقى في ريسل مانيا 26 السنه اللي بعدها على طول، شون مايكلز علشان يخلي اندرتيكر يرضى ان هو يصارعه في ريسل مانيا 26 حط مسيرته على المحك، بمعنى ان هو لو كان خسر النزال دوت هو هيعتزل، وده بالفعل اللي حصل. كان نزال الستريك، السلسله ضد الاعتزال نفسه، اعتزال شون مايكلز او انهاء سلسله اندرتيكر. انا ما بقولكش ان النزال ده وحش، النزال ده كان اسطوري، ولكن هو كان اقل شويه من نزال السنه اللي قبلها. نزال السنه اللي قبلها كان بمعنى شديد قوي من شون مايكلز، ولكن كان شون مايكلز خلاص تعب وكان لازم يعتزل، لانه خلاص كان قدم كل حاجه في مسيرته في المصارعه الحره، وان هو يقرر ان هو يعتزل على ايد اسطوره زي اندرتيكر برضه دي حاجه تحسب له. وقدموا نزال اكتر من رائع، وفي النهايه اعتزل شون مايكلز على ايد اندرتيكر بعد النهايه الاسطوريه. بعد ما شون مايكلز ضربه بالقلم لقيت اندرتيكر بيفنشه بالتوم ستون وثبته 1 2 3 في ريسل مانيا 26 في 2010. والنزال ده خد تقييم من الجماهير 9 من 10 لانه كان اقل بس شويه من النزال اللي في السنه اللي قبلها. بس كده يا جماعه، دي كانت حلقتنا. اتمنى تكونوا اشتغلت على حضراتكم، اتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول، تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتعملوا شير عشان يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. بحبكم كلكم وشكرا ليكم كلكم. يلا سلام.